قبل ما ابتدي الحلقه بتاعتنا لازم اوضح لك الرساله اللي تم توجيهها من عشاق النادي الاهلي والمشجعين اللي كانوا موجودين في مدرج ملعب مركب محمد الخامس، وهي عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مفاجاه، هو جحيم النادي الاهلي. هذه هي رساله عشاق النادي الاهلي، كانوا حاسين وكانوا عارفين النادي الاهلي هيقدر وهيخلص اللقاء. ليه؟ لان السنتين اللي خسرنا من الوداد كنا متاكدين ورايحين ان احنا هنفوز على الوداد وهنحصل على البطوله. دي السنه الوحيده اللي كنا مقلقين. ليه؟ لان اتلدغنا قبل كده مرتين، والنادي الاهلي لما بيتلدغ مره بيفوق الثانيه. للاسف اتلدغنا مرتين بس فوقنا الثالثه. الممكن عمره ما كان مستحيل، والمستحيل هيوصل للممكن، والنادي الاهلي حقق الممكن والمستحيل، لان المستحيل موجود في مقبره النادي الاهلي. يلا معانا، عندنا تصريحات كتير جدا، عندنا احداث في اللقاء هنتكلم فيها النهارده. اول التصريحات اللي معانا هو صامبو قال لك ضيعنا اللقب والكوره لم تنصفنا رغم المجهود. صامبو عايز اقول لك جمله واحده، ايه المجهود اللي انت عملته؟ المجهود اللي وصلته، مجهودك الوحيد ان انت وصلت للمباراه النهائيه، لكن انت ما ضيعتش. عارف ليه؟ لان انت جبت جون ومن الدقيقه 35 حضرتك قاعد بتضيع في الوقت. النادي الاهلي ما لعبش عليك غير 10 دقايق، وال10 دقايق جت فيهم جون، وهي دي البطوله. حضرتك ما تعبتش، انت مجرد عرقت عشان المجهود بس، والجو درجه الحراره عندكم وارتفاع عن سطح البحر فقط لا غير. لكن فكره ان انت تعبت وما لقيتش، لا يا باشا، النادي الاهلي لعب 10 دقايق خلص فيهم البطوله، هو ده النادي الاهلي. امال لو لعبنا 90 دقيقه كنا ممكن نعمل فيه كويس. التصريح الثاني معانا هو للتكناوتي، اللعيب التكناوتي قال لك ايه؟ قال لك الجيل الحالي هو الافضل بتاريخ الوداد وفخور باللاعبين. هذه التصريحات الجميله والتصريحات الكويسه. لعيب على قد المسؤوليه، ده الحارس اللي هو الحارس الاساسي اللي اتصاب ولعب مكانه يوسف المطيعي. الراجل قال لك من الاخر ده الجيل افضل جيل انا شايفه في الوداد. هو بصراحه الوداد عموما والمغرب يعتبر من افضل الاجيال اللي موجوده دلوقتي. المغرب يعتبر المركز الرابع في كاس العالم، انت محتاج ايه تاني؟ بس اللعيبه اللي موجودين داخل القاره الافريقيه مستواهم كويس ومستواهم هايل، ده دعم ليه. الراجل بيحفز لعيبته من الاخر، مش بيبص او مش بيرفع راسه او يرفع حاجبه او يقول لك انا واحنا واتظلمنا والكلام ده، لان المباراه كانت مرنه جدا ما كانش فيها اي نوع من انواع الظلم. الراجل بكل بساطه قال لك انا بشكر اللعيبه وان اللعيبه دي احسن جيل جه في الوداد، برافو وانا بحييه. التصريح اللي معانا الثاني تحديدا كان لموسيماني بيقول لك اهنئ بيرستاو باللقب ويوضح ان هو افضل لعيب في البطوله. موسيماني طبعا احنا عارفين يعني الموز طبعا من الناس اللي احنا بنحبها ومن عشاق النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي، وهو شخصيا يتمنى انه يرجع للنادي الاهلي تاني. هن مين بقى؟ هن مواطنه وحبيب بيرستاو اللي كل فاجاد فاطاع النادي الاهلي واطاع كولر وقدم اداء اكتر من هايل. من ضمن برضو التصريحات اللي معانا كولر قال لك ايه؟ قمنا بتيسير الامور او المباراه كما اردنا. 10 دقائق كانت كفيله على احراز اللقب، ده اللي وضحته لكم في الاول. 10 دقائق الاهلي خلص فيها الماتش، 10 دقائق الاهلي لعبهم خلص الماتش وجاب بطوله. هو ده الراجل شايف ان انا محتاج جون، كلنا عارفين كده، وكلف فاجاد فاعان الفرقه بتاعته وبكل اداء وبكل سهوله خلص ووكلهم وقال لهم اعملوا 1 2 3 انا عايز جون واحد هيخلينا ناخد البطوله، وفعلا جبنا الجون وخدنا البطوله، ومليون مبروك لعشاق النادي الاهلي. جينا لمرحله بقى الحديث عن ابرز الاحداث الموجوده داخل اللقاء. بس قبل ما اتكلم على الحديث ده لازم اعرفك القندوز لعيب جميل جدا. اتفرجوا على الفيديوهات الخاصه بالنادي الاهلي هتعرفوا فرحته كانت كبيره ازاي. اللعيب ده ما عملش اي ازعاج ولا اتضايق ولا ازاي انا ما بلعبش وما بشاركش والكلام من ده. عارف ان المستقبل جاي له، عارف ان هو بمجرد ما ياخد بطوله ده كفيل بيه ان يكون موجود في السكور ده او القايمه دي خدت البطوله ورفعه موجود على منصه التتويج. فرح وانبسط وهيص. بس الراجل قال لك المره دي هنفرح في المطار، هنفرح في الاستاد، هنفرح في الفندق، هنفرح في الممر الشرفي، هنفرح في كل مكان. وفعلا لعيبه النادي الاهلي فرحت في كل مكان. اتفرج على المنظر كمان، قفشه فرح في الطياره. فرحه قفشه كانت جميله جدا. الراجل بيرقص بالكاس وقاعد يروح يمين وشمال، يسلمه لمحمود متولي يفضل يرقص بالكاس رقص هستيري فظيع. محمد طاهر في ممر اللي هو الصحفيين وكلام من ده، الراجل ياخد الكاس ويفضل يرقص بيه. الجمال ده، المتعه دي، اللعيبه اجادت ونفذت اللي المدير الفني عايزه وخدوا البطوله. ده بيوريك حجم الضغط اللي كان عليهم، بس هم عشان رجاله وعشان ابطال فازوا بالبطوله وفرحوا وفرحونا. يلا بينا بقى نتكلم عن ابرز اللقطات اللي موجوده في اللقاء. من ابرز الحاجات السيئه واللازم نقولها قبل الحاجات الجيده هي كثره الفاولات خارج 18 النادي الاهلي. لحد الدقيقه 35 النادي الاهلي جه عليه 3 فاولات خارج ال 18. الثلاث فاولات كورتين منهم الشناوي مسكهم عشان كان تمركزه جيد، الكره الثالثه للاسف الشناوي ضيعها وكان تمركزه سيء فللاسف الكره دخلت في الجول. انا شايف ان الجول ده خاص باللي عمل الفاول من اساسه، وكمان خاص بمحمد الشناوي كواقف جول، لان لو كان متمركز نفس الكور اللي قبلها كان قدر يمسك الكوره، ما كانش اتمطع بالشكل ده والكوره دخلت جول. هدف سيء جدا وهدف يضايقنا في الدقيقه 35، كانت حاجه سيئه جدا. هو ده اول حاجات اللي اتكلمت عنها.
بس الغريب في الامر طبيعي كولر ان هو مش عايز فاولات خارج ال 18، بس من الغريب ان كان اكتر حاجه فاولات خارج ال 18 وبتتعمل اوفرات من لعيبه الوداد بتبقى صعبه جدا على الجون وصعبه على الحارس وصعبه علينا احنا في الجمهور، احنا حفظناها ما تلعبوهاش، بس للاسف كانت بتتكرر اكتر من مره ودي من الحاجات السيئه في اللقاء. وبرده من الامور اللي كانت غريبه حمدي فتحي بدا اللقاء بشكل سيء جدا. انا ما كنتش متخيل ان حمدي فتحي احنا عارفين لعيب موجود وكويس، بس لما كنا نلاقي حمدي فتحي نهجم في هجمه وياخد الكره تلاقيه مش قادر او ما عندوش مجهود انه يقدر يستلم ويقدر يباص، فكانت من الامور الغريبه جدا في اللقاء. انا واثق ان هو مش سليم 100% لان ما كانش ده شكل حمدي فتحي في كل الماتشات اللي فاتت. حمدي فتحي كان راجل جدا، كان بيضغط في كل كره، كان بيقدر يستلم، بس في بدايه اللقاء اكتر من كره لحمدي فتحي كان بيخطئ فيها والكره بتضيع منه بشكل غريب يوضح ان الراجل مجهد بشكل مبالغ فيه. من ابرز برضو اللقطات في الماتش ده هو شد حسين الشحات للحكم اللي هو بملاك تسيب. طبعا الشده دي كانت غريبه جدا، وكل وانت قاعد دلوقتي مثلا بتتفرج على الكوره دي تقول بس دي المفروض طرد، دي وش اي حد لازم يتعمد شد الحكم او كلام مع الحكم او حط ايده على الحكم ممكن الحكم يديله طرد وده صحيح، بس احب اعرفك ان الحكم اخطا في الكوره اللي قبلها، بمعنى ان دي هجمه وراحه على جون نادي الوداد، الراجل راح موقف الكوره وقال لك تعالى عشان نرجع للاعب اللي هناك، بمعنى اصح اللاعب اللي بيمثل. هو من جواه لو مش عارف ان هو اخطا كان طلع كارت احمر لحسين الشحات وكان طرده. فعشان كده عايزين نسكت بقى وعايزين ما نتكلمش كتير ونوضح ان الوداد ما اتظلمش، الوداد من الدقيقه 35 قاعد بيضيع وقت واللعيبه تمسك الكره وتترمي، فحسين الشحات ما يستوجبش طرد، الراجل ما حبش يبوظ الماتش لان هو اخطا في توقيف الكره هناك بتاعه كهربا اللي شاطها على الجون، كانت دي من الكور اللي هتبقى قويه جدا، الراجل صفر اصلا قبل ما كهربا يلعب الكره، ده اللي الجماهير ما تعرفوش وده اللي الناس ما ركزتش فيه. فانت كمشجع لفريق غيري ما تجيش تتكلم وتيجي تعوم على عوم ناس ملهاش لازمه، او بمعنى اصح ما تتكلمش في اللي مالكش فيه. مش فاهم؟ تعالى لنا احنا جمهور النادي الاهلي قبل المدير الفني وقبل مسؤولين النادي الاهلي هنفهمك، لان احنا شبعانين بطولات من الاخر. برضو من ابرز الحاجات اللي كانت موجوده في اللقاء الدخان وتضييع الوقت، حاجه كان امر غريب جدا. الحكم بصراحه كان بيتعامل معاها بعنفوان ويقف قدام اللعيب ويقول له كلام من ده، بس لما يقف الوقت 10 دقائق عشان الدخان وعشان الضباب، دي من الحاجات اللي انا بحب انها تكون في مصر. هم عندهم اجواء لاتينيه رهيبه، ضرب وبتاع وكلام من ده، بس ضرب ايه؟ مش ضرب خناقات، لا ده ضرب على الطبول، حاطين اللي هي الترومبيت في المدرج وبيضربوا عليها، شماريخ على اعلى مستوى، دخان، ضباب، لازم ده كده بيعمل ذعر للفرقه اللي قدامك. انت ممكن الجمهور هو اللي يكسب قبل الفرقه، يعني احنا محتاجين ده يحصل عندنا في الكره المصريه. ما اعتقدش ان في عقوبات، لان الاتحاد الافريقي زي ما احنا شايفين الماتش مشي جميل وسيروا الماتش بشكل هادي، مفيش اي عقوبات على الوداد على الرغم من الشماريخ اللي حصلت وعطلت اللقاء. اجمل تغيير في اللقاء بقى واللي كان عاجبني جدا تغييره ربيعه لما نزل عمل كثافه عندك في الدفاع، كان رهيب جدا، نزوله كان في توقيت مثالي بعد ما النادي الاهلي جاب الجول. طبيعي جدا لما تنزل لعيب مدافع تبقى مضغوط وتبقى حالتك صعبه، لا ربيعه طلع 5 كرات. لو احنا ركزنا في اخر الماتش هنلاقي بوم لعيبه الوداد ما بتفكرش اللي تلعب الكره في ال 18. ده كان ذكاء من كولر. بعد ما جبنا الجون طبعا يعتبر محمد عبد المنعم اداء اكتر من هايل، اسيست اكتر جميل جدا من معلول، ركنيه معروف ده كربون، هدف كربون احنا حافظينه، دي من ضمن الحاجات اللي كانت جميله في الماتش ان هدف كربوني واحنا حافظينه. طبعا كتر ما الراجل حافظ وعارف ان بعد الجون اللي هنجيبه ده كل الكرات هتبقى في ال 18، قال لك بس تعالى يا عم ربيعه انزل لي طلع لي 5 كرات بالهيد، ربيعه يطلعهم من ال 18 بشكل هايل جدا بمساعده عبد المنعم ومساعده ياسر. بصراحه شابوا لي دفاع النادي الاهلي ما عدا الهدف اللي دخل في الدقيقه 35 في اول الماتش. طبعا هدف محمد عبد المنعم الهدف السادس ليه بالكربون، علي معلول يلعبها له ويلعبها بالهيد. 6 اهداف لمحمد عبد المنعم عن طريق علي معلول، اسيست مان النادي الاهلي التونسي الافضل في تاريخ النادي الاهلي. اخر ملحوظه معانا في الماتش كانت رهيبه جدا هو ونجم كان عامل شغب رهيب جدا. تحس يا جدعان اللي بيلعب في نادي الزمالك او بيمر من قدام نادي الزمالك بيتشحن معنويات سلبيه. يعني انت عندنا اللعيبه كلها، انت للدرجه دي الاهلي عامل لك حقد وعامل لك حرقه من جواك؟ ايه ده؟ انت للدرجه دي مشحون؟ انت للدرجه دي رضعت خلاص الرضعه بتاعت نادي الزمالك، فخلاص بقيت عارف ان انا هجومي واتخانق واعمل ايه؟ يا نجم ما كانش حد بيسمع لك حاجه في القاهره يعني وكنت شادد بلاستر، ولا انت خلاص عشان وسط ارضك خلاص بقت الفت وبقت البريمو؟ تعالى بقى لتاني لاعب عمل شغف في اللقاء بعد ما نزل، هو مين؟ حميد احداد. ايه يا عم احداد، هو انت برضو عشان مريت على نادي الزمالك بقت العقده والشرخ بقى قوي؟ اعتقد الموضوع صعب قوي. ونجم وحميد احداد واضح جدا قوي ان حقد وغل نادي الزمالك على نادي الاهلي موجود في قلبك وموجود، يعني انت خلاص رضعته فمحتاج المرهم، والمرهم ده هسيب لكم كده اسمه بعد الحلقه ان شاء الله.
اخر فقره معانا في الحلقه النهارده هي فقره سوق انتقالات النادي الاهلي. طبعا سوق انتقالات النادي الاهلي فيه احداث كتير جدا الفتره دي، خلاص بقى الراجل فضلكوا بقى باشا، وفضي ان هو يشوف بقى انتقالاته ايه وعايز ايه ومشي مين وجيب مين. بس ابرز الحاجات اللي احنا عارفينها هو اولهم شادي حسين. شادي حسين خلاص معروف ان هو الراجل ده هيرحل عن النادي الاهلي. ليه؟ خلاص كولر مش حابب بوجود الراجل، وشادي حسين جاي له عرض من سيراميكا، وان شاء الله الراجل هيروح سيراميكا واتمنى له كل توفيق، ومحدش يزعل من شادي حسين لان شادي حسين يعتبر ما لعبش في النادي الاهلي او ما جاش. انا بعتبره ان هو ما جاش النادي الاهلي لان هو ما خدش فرصته كامله، وما تحكمش عليه ان هو لعيب سيء انه رحل من النادي الاهلي. تاني لعيب هو برونو سافيو اللي انا حزين عليه جدا. ليه؟ لان برونو كل بيقول لك لا ده هو مش برازيلي، ده من البراجيل وكلام من ده. لا، برونو مش لعيب وحش، برونو بس هو ممكن ما يكونش عاش مع الاجواء المصريه، او بمعنى اصح ما عرفش يلعب مع اللعيبه المصريه. ادى اداء كويس في بعض الاوقات، كان صاحب هدف الفوز في مباراه السوبر في الامارات، اداء جميل جدا ليه وكان اداء بسيط. بس هم اللعيبه طبعا يعني في مصر هنا عايزين برازيلي يبقى سوبر مان، يعني راجل يطير كده من الاخر في الجو يصنع لك معجزات. طبعا النادي الاهلي معروف ان فيه هيعقدوا اجتماع، الاجتماع ده هيبقى مفاده كل الاحداث اللي احنا بنتكلم فيها دي. ابرز كمان اللاعبين اللي تم طرح اسمهم واللي هيتقالوا في الاجتماع هو ايمن اشرف. ايمن اشرف عنده رغبه قويه جدا في الرحيل، راجل حاسس ان هو اتظلم، وراجل حاسس ان كولر ما بيحبوش او المعامله الشخصيه ما بينهم خلاص ما بقاش في لينك، وشايف ان مش هيبقى ليه دور، لان هو الراجل قال بكل بساطه كولر ان هو المدافع رقم 5 في ترتيب اللاعبين المدافعين عندي. وراجل جاي له عروض من بيراميدز وجاي له عروض من سموحه، فالراجل اصلا عايز يرحل عايز يأدي. بس انا بنصح ايمن اشرف وجودك احتياطي او وجودك مدافع خامس في النادي الاهلي هو حاجه كبيره جدا ليك يا ايمن اشرف. انا لو مكانك اي لعيب او اي مشجع هيتمنى انه ينهي مسيرته في النادي الاهلي وبعد كده يخش قناه النادي الاهلي ويبقى مدير في قطاع الناشئين. النادي الاهلي ستر وحاجه كويسه جدا بعد ربنا. النادي الاهلي ياما لعيبه كبيره جدا بطلت وخلصت والنادي الاهلي شال حملها. من اسوأ التجارب السيئه اللي انا حزين عليها هو حسام عاشور. بص على حسام عاشور شوف حصل فيه ايه. حسام عاشور ياما شال انجازات، حسام عاشور بطولاته اكتر من بطولات انديه، بس حسام عاشور عمل ايه؟ للاسف تخلى عن النادي الاهلي، الناس ادت له كل عروض بس الراجل كان حاطط ومنشف دماغه عايز العب عايز العب، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. ايمن اشرف نصيحتي ليك افضل وجودك في النادي الاهلي حتى لو مدافع الخامس من وجودك خارج النادي الاهلي، لان انت هتهمش بعد كده وتاريخك كله هيتحذف. ومن ابرز برضو المناقشات اللي هيتم نقاشها في الاجتماع الخاص بالنادي الاهلي على فتره الانتقالات ومين اللي خارج ومين اللي جاي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر طبعا احنا عارفين ان جاي له عرض من سيسكا موسكو، الناس قاعده بتشكك وتقول لك ده النشاط واقف ده النشاط مش واقف. لا، هو فعلا الراجل جاي له عرض من سيسكا موسكو، النادي الاهلي راكن العرض ده بيدرس لحد ما يخلص البطوله الخاصه بيه. فعلا النادي الاهلي يخلص البطوله وهيحتاج الفتره الجايه لدعم وتدعيم الفرقه، فطبيعي جدا الاجتماع ده هيشوفوا في مين اللي خارج ومين اللي جاي، هيتعمل موازنه وهيتعمل خطه وخطه بديله لكل شيء عشان نخلص، نجيب الفرود، نجيب لعيب وسط ملعب، نجيب مدافع يدعم، فكل الاحداث دي كلها هتخلص. فاحمد عبد القادر من ضمن اللعيبه اللي كولر برده هم سايبين له كولر لجنه التعاقدات في النادي الاهلي، سايبين له كولر الراي والحكمه في موضوع احمد عبد القادر. ضمن برده اللعيبه اللي هيتم الايضاح موقفها ايه هو حمدي فتحي. حمدي فتحي جاي له عرض قوي جدا 8 اضعاف مرتبه، هو بياخد في النادي الاهلي 8 مليون، هياخد 80 مليون. ال 80 مليون دول هيبقوا يعني حاجه قويه جدا، ده كمان مش 8 اضعاف ده 10 اضعاف، يعني حاجه واو الواو بمعنى اصح. ده جاي له عرض من نادي الصد القطري. طبعا احنا عارفين قطر بتصرف كتير جدا على اللعيبه، احداث كتير جدا في اسيا الفتره دي بيجيبوا اللعيبه القويه، وحمدي فتحي من اللعيبه اللي بيتمناه اي فريق. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي هيتكلم عليها لجنه التعاقدات الخاصه بالنادي الاهلي. اتمنى الفتره الجايه النادي الاهلي نحصل على فيرود كويس، ونحصل على لعيب وسط ملعب كويس، ونحصل على لعيب مدافع كويس. 3 مراكز محتاجين تقويه، ليه؟ لان انت عندك لعيبه خلاص مجهده، كل لعيبه عندك في لعيبه اعمارها زادت عن الحد، فطبيعي ان يتوجد لها بديل. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده من قناه ابراهيم مش فايق. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيب كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق، ومليون مبروك لعشاق النادي الاهلي البطوله رقم